هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. مشتاقينكم وكم مشتاقة لكم. طبعا والله تاركة اليوتيوب لأسباب، ملتهية بالأطفال والدوام وكل احنا الأمهات ملتهين، فتركت اليوتيوب هاي فترة ورجعت لكم ان شاء الله بقوة هالمرة، وتصويرات حلوة وروتينات يومية وتحفيزات يومية. طبعا جيتكم اليوم بروتين كلش حلو، روتين تنظيف البيت يوم الجمعة. طبعا هذا الفيديو بيوم الجمعة سويته، وراح اشوفكم اليوم جولة بمطبخي الخارجي. هذا مطبخي خارجي، شنو؟ منور هو مغلفته من فوق، وخاله بيه طباخ وثلاجة وبراد اطبخ بيه، وعندي مطبخ الداخلي ذاك لا وحد، يعني ما اطبخ بيه نهائيا، لان انا شقة عندي شقتي قاعدة ويا عيالي. وجايتكم مو ايدي فارغة، لا جايبت لكم اليوم قصة كلش حلوة، قصة احد المتابعات، حابة اسولف قصتها لكم وتاخذ آراءكم حبايبي، وتعطون آراءكم وتعليقاتكم الحلوة، وأتمنى تساعدوها للاثنين، لأن هي احنا العراقيات خطية مظلومات، ومرات من الواحد يسمع مصايب الناس تهون عليه مصيبته. طبعا هذا مطبخ الخارجي، راح أخليكم تستمتعون ويا المنظر اللي حنظف وأسولف لكم القصة. حبايبي، صاحبة القصة تقول: أخذوا أطفالي مني وحرموني منهم. تزوجت ابن عمي وأنا كان عمري 18 سنة. تقول: اتزوجته واخذته وشفت الويل وياه، لو ادري ما اخذته. وانا بوقتها من اخذته كانوا اهلي ما مقتنعين بي، قالوا: يابا هذا مو خوش ادمي، لا تاخذينه. اخذته غصبا عن اهلي، يعني شلون؟ يعني مثلا عجبني ابن عمي واخذته. اي حبايبي، تقول ابن عمي عجبني واخذته، بس من اخذته شفت الويل وياه. 9 سنين عشت وياه، وخلفت من عنده 4 أطفال، 3 ولد وبنية. ما أقول لكم مو خوش آدمي، يشرب أشياء المزينة ويتعاطى الأشياء المزينة، ويلزمني يقطعني تقطع يومية، يملخني يقتلني ويأذيني، وفوق كل هالضيم والظلايم الخيانات مالاته قايمة قاعدة ويا النسوان، ويباوع على هاي ويباوع وياها على هاي. يعني شفت الويل وياه. صار ابني الكبير صار عمره 6 سنوات، يعني ابنها الكبير صار عمره 6 سنوات. قالت انا قعدت وياه، قلت له هنا وكافي، تعبت انا وياك، تعبت 9 سنين، شوفني الويل، شوف الضيم والكتل والإهانة والجوع. انا بعد ما اتحمل ابقى وياك يا ابن الناس، لهنا وكافي. قال ايه يعني ايش تردين هسه انت؟ المطلوب الرايته شنو؟ قالت له بعد ما اتحمل انا ابقى وياك. قال خوش ما تردين تتحملين وياه، نطلق انا وياك وتذبين جهالك علي وترحين انت لاهلك. قالت له زين دول جهالي شنو ذنبهم؟ قالها والله هذا المطلوب، انا جهالي ما انطيهم، تريدين تاخذين بس بنتش الصغيره وياك، بنتها صغيره ترضى على ايديها. تقول والله انا يعني صدق اختاريت نفسي بذاك الوقت، قلت انا بعد ما اتحمل ابقى ويا هذا الانسان، انسان دمرني 9 سنين ما شفت راحه، نهر كل عصبيه، ونهر كل لما الخروح، ونهر كل يقتلني ومزورق عيني ومزورق جسمي، انا على شنو باقيه وياه؟ اختاريت نفسي. عفوا. كان قال لي يلا عيني اليوم من الصبح نروح انا وياك نتطلق بالمحكمة. تقول والله انا رحت انا وياه وطلقنا، رجعنا بس بعدني ما فاتح الموضوع ويا اهلي. من رجعنا ليش ما اهلي جوني زيارة فجأة؟ فمن جوني فجأة زيارة، يعني دي هذا تغدوا يمنا وكملوا، بس انا ما فاتحت موضوع لاهلي وقلت لهم احنا اليوم اتطلقنا. عاد والله راحوا اهلي ما اعرف شنو، قال انت بعد شنو ضبط شنو ما تلحين بعد ويا اهلك؟ هاي كل ما نروح الطريقه طلقتش وبعد شكو. عاد تقول ما قلت باطل، اخذت بنتي الصغيره ورحت. من رحت اني قلت لهم يابا انا بعد ما تحملت طلقت من عنده، وهذه وهم ما اقول لكم الاهل قاموا يحجون ومنا، والنسوان الاخوه منا، والضيم والظلايم. شوف الضيم ورا فتره سمعت بيه تزوج ابن عمي، سمعت فيه الزواج، اني فرحت قلت إيه يا الله اتزوج احسن، بلكت الله تجي وحده ادميه الجهال تداريهم. اني هنا انصدمت من سمعت ياهل الماخذها بتزوج وحده اعرفها عز المعرفه، الماخذها مرت اخويا طليقه اخويا، وكانت هاي اقرب الناس الي، يعني كنت اني من نوع اسراري وكلامي وكل يمها. صار اشكال هي واخويا انفصلت، ومن انفصلت كنت اخذ جهالها اوديها الهم، الها تشوفهم. وهذه تقول انه بعدين صدمت بها انه هي ماخذه رجلي متزوجه رجلي. تقول انا بهذا الوقت صار بحالي، دمرت نفسيتي، دمرت
روحي دخلت بحالة نفسية، تعبت كلش، تعبت بذاك الوقت. فقالوا لي هسه انتي على شنو هذا الحالة النفسية وهاي وجدتش قسمة زينة اتزوجي. تقول والله ولزموني وزوجوني اهلي زواج ثاني، وهذا اللي اخذته ما متزوج، وحيد لامه. تقول امه قايمة قاعدة هاي المطلقة فضل من عندنا اخذناه، كان مطلقة ما اعرف شنو، انا ابني لازم اجيب بنية. وهم تقول المشاكل قايمة قاعدة انا وعمتي وخلفتنا ومن عنده 2 بنات هذا الثاني. يقول من خلفت من عنده 2 بنات والمشاكل ومن انا وهو ويمشي ورا حكي امه ومنا ما تحملت وهم طلقت من عنده. يعني عشت وياه فترة وطلقت، ما قدرت ابقى وياه لين مشاكل، وامه تريد الزوجة علي لين انا متزوجة شت قبل تجي يعني تجيب له بنية. والله ابني شنو اخذ له وحده مطلقة وشنو ما اعرف شنو هذه. تقول ما تحملت، اخذت بناتي وياي ورحت يم اهلي ما تحملوا بناتي. شنو يابا جايبه بناتك احنا نصرف عليهن ونوكلهن ونشربهن؟ لا والله، تزمين بناتك وترجعيهن على ابوهن. وتقول خذوهن بناتي من عندي سحلوهن سحل من حضنه وشمروهن على ابوهن. يعني هذول الجهالي من رجل الثاني هم خذوهم من عندهم من عندي وحرموني من عندهم، خلوني بحسرة شوفتهم. يعني اتمنى اشوف بناتي او اشوف اطفالي ذولاك تقول نبوة هي مرت اخويا اللي اخذت، يعني طليقة اخويا اللي اخذت زوجي طليقها، يعني هم حرمت اطفالها قامت تمدزهم ولا تخليهم زين. تقول انا بهذا الوقت صار بحالي دمرت يعني تهسترت يعني وين ما احطها ما يقعد حظي، وين ما اريد اقعد واستقر ماكو، ما عندي نصيب، ما عندي حظ بهاي الدنيا. نفسيتي كلش تعبت. وهنا نقل حكي الاهل علي يا المطلقة انت يوميا ما تقعدين عند رجال، انت ما اعرف شنو مرت الاخ منا وذيك منا، والحكي علي. تقول صدق تعبت كلش تعبت عاد والله. وتزوجت هسه زواج ثالث وخلفت ولد بهالزواج الثالث. بس تقول انا ما يقهرني بس ابني من يجي يمي، يعني ورا ما جاب كبروا ابنها وهذا يقول جابوه لي بتواسيل، يقول من يشوفني يتفاجئ يقول لي اني شلون بالله، يقولها عيدك مبارك خاله. تقول انا هنا دموع تقوم الصوب يعني ابني ما يعرفني. حبايبي قصة أحد المتابعات تقول أني انحرمت من أطفالي وما شفتهم ولا قعدت وياهم، أتمنى تدعولي كون أقعد ويا أطفالي وأنجمع بيهم وألمهم كلهم. حبيت أسولف لكم هاي القصة اللبنية، وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك، وأشوفكم خير، مع السلامة، باي.